تفسير سيدنا ومولانا محي الدين بن عربي في فصوص الحكم ان سيدنا موسى كان قرة عين لفرعون بالايمان الذي اعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث لانه قبضه عند ايمانه قبل ان يكتسب شيئا من الاثام والاسلام يجوب ما قبله وجعله ايه على عنايته سبحانه بمن شاء. هو في علماء مش سيدي محي الدين بس بيقولوا ان فرعون لما ايقن بالغرق وهو اصلا كان في حبه في قلبه حب دفين لسيدنا موسى، ما هو ربنا بيقول القيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فكان اللي يشوف سيدنا موسى ويقعد معاه يحبه، واللي بيحب الصالحين لازم ينتفع. فقام سيدنا محي الدين بيقول لك شوف انتفاع فرعون بسبب حبه لسيدنا موسى، فضل معاه مكبوت ما طلعش الا لما شاف الغرق بعينه قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال انا وقد عصيت من قبل وكنت من الكافرين. فبعض العلماء وهم قله قالوا يبقى فرعون مات ناجيا لانه تاب قبل ان يغرغر. قبل ما يغرغر يعني ايه؟ قبل ما توصل للحلقوم قال انا خلاص بقيت مسلم ومات على كده. فهل موته ده ينتفع به يوم القيامه ويبقى تحققت انه قرة عين له؟ مش امرأة فرعون قال قرة عين لي ولك؟ فيبقى قرة عين فرعون بسيدنا موسى تاخرت قوي لحد ما غرق قبل ما يغرق بلحظه. ده راي بعض العلماء الاولياء. فقال لك يبقى مات ناجيا حتى لو دخل النار بسبب معاصيه وبسبب تاخر ايمانه وبسبب ايذاء سيدنا موسى هينجو منها من الخلود. فهمت بقى ازاي؟ بعض العلماء ذهبوا الى ذلك، منهم سيدي محي الدين. حبيت انت تفهم فهمه ده وتقول بيه لا شيء لا شيء، حبيت ما تفهمش فهمه وتقول لا ده فرعون ده مخلد في النار خلاص ما يجراش حاجه يا سيدي. الوهابيه مع الطريقه الثانيه بتاعت والاولياء بيقول لك احتمال ربنا ينفع، ما يجراش حاجه. يعني ده امر ما ينبنيش عليه خلاف في العقائد. فهنا الله يكرمك يعني ممكن فرعون يكون مات مؤمن؟ الله اعلم، لا اصل ده امر غيبي. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الذين سفهوا انفسهم يقول ان فرعون مات مؤمنا. بربك كم واحد من علماء الامه قال ان فرعون مات مؤمنا؟ بربك بالله العظيم الذي خلقك وانزل القران على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الا تجد في القران الكريم ان فرعون كافر ملعون في الدنيا وفي الاخره؟ الا تجد ذلك؟ طيب كم واحد قال انه ان فرعون مات مؤمنا؟ واحد بس، واحد تعرف أنت. هذا الذي سفه نفسه ويروج نفسه على أنه عارف ومكاشف ولا يتكلم إلا بإذن، ابن عربي شديد ما شاء الله، لا يتكلم إلا بإذن، يقول أتعرفون من هو الذي يقول إن فرعون مات كافرا؟ هؤلاء هم الوهابية. عيب يا شيخ، الوهابية صاروا هم الذين يقولون بأنه فرعون كافر. الله الذي يقول ذلك، سيدنا موسى هو الذي يقول ذلك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أهل السنة قاطبة يقولون ذلك. وأتعرفون من هو الذي يقول أن فرعون مات مؤمنا؟ هم أولياء الله. أي كذب هذا وأي دجل هذا يا شيخ؟ هل نريد نحن أن نعلم الناس وعامة الناس هذه الخرافات؟ انحرافات عن كتاب الله هذا. بعد ذلك يوجه السؤال لي أنا لماذا أعترض على ابن عربي؟ بدل أن يوجه السؤال لهم هم لماذا تنصرون مذهب هذا الرجل وأنتم تعرفون أن علماء الأمة كلهم اختلفوا في ابن عربي، منهم من قبله ومنهم من كفره ومنهم من أول كلامه ومنهم من قال بكذا، اختلفوا احتاروا فيه. تجعل هذا الرجل الذي هو محل نزاع أصلا تمتحن الناس به بربك، هل هذا يجوز؟ لا يحق يا شيخ، ما بصير. اعذرني لكن فعلا أمر يقشعر له البدن. انقلبت الأمور يا شيخ.